يا جماعة الدنيا كانت ماشية عادي لحد ما بروتون قالت لك استنوا عندكم، احنا راجعين بالساجة الجديدة. العربية اللي داخلة السوق المصري تقول لك انا بسيطة بس مش مملة، شكل جديد، تجهيزات على قد الفلوس، ودماغ ماليزا عايزة تسيب بصمتها وسط الزحمة. بس يا ترى بقى هل الساجة فعلا تستاهل تبقى اول عربية في حياتك ولا تروح تشوف لك حاجة تانية؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده نتعرف على ارخص عربية اوتوماتيك وهي بروتون ساجا. وعايز انوه ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان ناس كتيرة بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتابعنا. ده الجيل الثالث من بروتون ساجا، والعربية دي بتتوفر بفئة واحدة سعرها 650 ألف جنيه التجميع المحلي، وتقدر تشوف سعرها ومواصفات الفئة دي من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. بروتون ساجا عربية سيدان اقتصادية عملية بتستهدف العميل اللي عايز عربية يقضي مشاوير يومية ويروح البلد كل اسبوع او اتنين، او عنده خروجه في نص الاسبوع. اول ما تبص على بروتون ساجا هتحس انها عربيه هاديه كده، من النوع اللي بيقول لك انا مش مزعجه بس شكل شيك. الشبكه الاماميه جايه بتفصيله كروم بسيطه مع فوانيس مسحوبه كانها بتغمز لك. من الجنب الدنيا ناعمه وانسيابيه، مفيش خطوط كتيره ولا شخبطه، وده ممكن يعجب ناس وممكن لا. وعندك طقم جنط سبور شكله رايق، لان البعض ممكن يشوف التصميم بسيط زياده عن اللزوم. من ورا الدنيا برضه هاديه، فوانيس عاديه بس شكلها متناسق وكل حاجه في مكانها. اللي ممكن يعجبك شكل بسيط وانيق وخامات خارجيه مقبوله في الفئه، واللي ممكن ما يعجبكش مفيش شخصيه قويه او شكل ملفت يخطف العين، بس برضو دي عربيه بتلعب في الورقه العمليه مش الشو. اول ما تفتح باب العربيه وتدخل مش هتحس انك راكب عربيه فخمه، بس في نفس الوقت مش هتحس انك راكب عربيه فقيره. الدنيا متظبطه على قد الامكانيات. التابلو جاي بتصميم بسيط ومنظم، ما فيهوش تعقيد، وكل حاجه تقريبا في مكانها الطبيعي، وده بيسهل على اي حد يتعود على العربيه بسرعه. الخامات بلاستيك طبعا، بس متقفله بشكل محترم، ومفيش اصوات تزييق او خبط مزعج على الاقل وانت في اول كام الف كيلو. الطاره تصميمها شيك وفيها شويه تحكمات، تقدر تتحكم في الصوت والميديا، وده شيء مش دايما موجود في الفئه دي. الشاشه الوسطيه بمقاس 7 بوصه بتشتغل تمام، وبتدعم بلوتوث ومشغلات اساسيه. النظام الصوتي بسيط لو انت مش من هواة الفخامه العاليه في الصوت. كمان في تكييف مانوال بيشتغل بكفاءه، وفتحات التهويه كبيره وموجهه كويس. العدادات واضحه وسهله القرايه، وما فيهاش شغل جرافيك زياده عن اللزوم، وده بيخلي القياده ابسط. الكراسي بقى مريحه في المشاوير اليوميه، بس لو ناوي تسافر كتير كنت اتمنى دعم اكتر للظهر والفخذ علشان تحس براحه اكتر على المسافات الطويله. اللي يعجبك تصميم منظم وسهل تتعود عليه، تجهيزات اساسيه بتغطي احتياجاتك اليوميه، مستوى تشطيب محترم على الفئه السعريه دي. اللي ممكن يضايقك الخامات كلها بلاستيك، مفيش اي لمسه فخامه، مفيش شاشه كبيره او عدادات ديجيتال. الكراسي محتاجه تكون اريح شويه. مساحات الركوب قدام كويسه جدا، ومساحه الركوب الخلفيه تاخد شخصين مرتاحين جدا وطفل صغير في النص. ومساحه الرؤوس ممتازه، بس مساحات الرجول مش هتبقى حلوه لو مرجع الكرسي لقدام. وعندك مساحات الرؤيه ممتازه قدام وفي الجناب، ومساحه الرؤيه الخلفيه ممتازه، مفيش نقط عاميه صعبه في العربيه. وعندك مساحات تخزين جوه الماسوره في التابلو والابواب كويسين، ومساحه الشنطه الخلفيه 420 لتر، ودي مساحه جيده جدا. العربيه بتتوفر بموتور 4 سلندر 1300 سي سي، بيطلع قوه 94 حصان وعزم 120 نيوتن، والموتور ده متوصل بناقل حركه اوتوماتيك عادي من 4 سرعات. والعربيه بجرة امام العجلات، ارقام الاداء من 0 ل 100 في 12.5 ثانيه، والسرعه القصوى 180 كيلومتر. متوسط استهلاك البنزين في العربيه 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، والاستهلاك ده بيقل عن كده لو سواقتك هاديه، وده استهلاك ممتاز. اداء العربيه اقتصادي، المشي بيها جوه البلد حلو، مش هتحس انها عربيه عاجزه، مش هدفها الرياضيه او الشبحانه خالص. العربيه بتاعت تودينا وتجيبنا، والفتيس بتاع العربيه احسن حاجه انه اوتوماتيك مش سي في تي علشان ما ياثرش من اداء الموتور. فتيس اداؤه عادي جدا، صيانته قليله، ومش بتاع وجع دماغ. نظام التعليق بتاع العربيه مايل للثبات، العربيه بتدي لك ثبات ممتاز مقارنه بمنافسينها. مش هتحس ان العربيه بتترجى او بتخف على ال 120. بتاخد ملفات على سرعه بشكل ممتاز، وبتنور بشكل حلو بدون خوف. وطبعا اللي بقوله ده تعمله في حدود المعقول، مش بي ام دبليو هي. وبالنسبه للراحه، العربيه بتمتص مطبات الهواء كويس، وبتاخد النار والمطبات بشكل مريح. هي ممكن تحس انها بترزع سنه، ولكنها عفشتها موزونه ما بين الراحه والثبات. ونقطه التعليق في العربيه دي ممتازه مقارنه بمنافسينها. العزل الصوتي مش احسن حاجه، هتسمع صوت الموتور لو دايس عليه، وهتسمع صوت الهواء بوضوح من على 100 كده ولا حاجه. والتعليق هتسمع صوته شويه، فنقطة العزل في العربية تاخد 6 من 10 مثلا. تكييف العربية ممتاز، تقدر تظبط فتحات التهوية كويس وتستمتع بالهواء البارد بتاع العربية. أنظمة الأمان في العربية فقيرة. العربية بتيجي باتنين ايرباج ABS EBD وشكرا، بس كانت محتاجة تبقى 4 ايرباج وضاف ليها ESP، كانت هتبقى متألقة في الفئة بتاعتها.
بس برضه الشركات ما بتديش كل حاجه. الخلاصه في بروتون ساجا اللي هي ارخص عربيه اوتوماتيك في مصر. العربية دي مميزة بتصميم خارجي شكله حلو وعصري، مش حاجة أي كلام. وكمان العربية تجهيزاتها على قدها، الخامات بلاستيك وتقفيل كويس، وصاج العربية دي محمل شوية عن الصني. والعربية فيها مساحات ركوب واسعة، بس كراسي العربية مش أريح حاجة في المسافات الطويلة. شنطة العربية مساحتها حلوة وشفة التحميل مش عالية، والعربية عملية واعتمادية. اداء العربيه كويس جدا من حيث الاقتصاديه، بس لو دوست على العربيه وجريت بيها الاستهلاك بتاع البنزين بيعلى، والتعليق بتاع العربيه بيأدي بشكل ممتاز، والعزل الصوتي متوسط، وعندك تكييف العربيه اداؤه جيد جدا. والعربيه مفتقره لتجهيزات الامان زي ما قلنا، كانت محتاجه تبقى 4 ايرباج، ويزيد على تجهيزاتها ESP، وكانت تبقى 100 فل و14. وده كان راينا في بروتون ساجا 2025. عربيه بسيطه اقتصاديه وبتقدم لك اللي محتاجه من غير بهرجه كتير. هل تستاهل سعرها وهل هتقدر تنافس في فئاتها؟ القرار في الاخر ليك، بس قول لنا رايك في الكومنتات. ايه اكتر حاجه عجبتك فيها وايه اللي شايف انه ناقص؟ واستنونا في فيديو جديد قريب جدا، وما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وفي الختام اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه على يوتيوب، وكمان ما تنساش تتابعنا على تيك توك وفيسبوك، اسيب لكم اللينكات في الوصف. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.